فوز اداء ونتيجه على الباراغواي. المنتخب الوطني كيربح ثاني ماتش ديالو ديال الاستعدادات لكاس العالم وثاني مقابله ديال محمد وهبي ب2-1 في مباراه شفنا فيها بزاف ديال الايجابيات شويه ديال السلبيات وبزاف ديال الافكار وبزاف ديال طرق اللعب. باراغواي بدات الماتش بطريقه دفاعيه بحته، بلوك متوسط وكنسميوه كومباكت، يعني مجموع ما كاينش اسباس بزاف، وخلات لينا الراحه ديال البناء بشويه علينا نلعبوا كره كيف ما بغينا. في المقابل حنا كانوا عندنا بزاف ديال الافكار، ابرزهم البناء بثلاثه لاعبين وظهير يدخل في الاول، كان حكيمي كيدخل الميليو، وكيبقى عندنا حل عيسى ديوب وانا صلاح الدين، ثلاثه ديال المدافعين باش كنبداو بهم الكره. الفكره ما نجحتش بزاف لان ما قدرناش نستدرجوا الباراغواي، كان ما كيبدا الضغط ديالهم الشرس حتى كنقربوا عندهم وكيلعبوا لنا على لي كونتر. ابرز نقطه كانت في الشوط الاول هو التبادل السلس بين العناوي والمرابط اللي كنعتقد اخيرا لقينا ثنائيه في ميليو كتخدم افكار وهبي وميم طون رقيقيه. الشوط الثاني تبدل كل شيء، وهذه اهم حاجه كتبان لي عند وهبي. عرضنا تينا مزيان طرافير اشرف حكيمي ما بقاش كيدخل العمق وسرعنا الريتم بشكل كبير، ولينا في دو تروا باس كنقدروا نوصلوا للكارديو ديالهم، ومنه جات خدمه وبيننا تقالت في الفيستير ديال جوج بيوت بنفس الطريقه. ياسين جاسم كينقل الكره كيعطيها الحكيمي، حكيمي كيرجع اون روتري، المره الاولى في بريمي بوطو الخنوس ومره ثانيه في مركز ديال تسعود العناوي. وهذه الفكره كتبين لنا ان الطاقم التقني عرف ان تسعود كيكون مبرزط وكيكون عليه رقابه كبيره، دونك هو كيسحب قلوب الدفاع وكيدير اسقاط ديال واحد المليون تيران هو اللي كيوصل للبلاصه. شفنا سرعه كبيره في استرجاع الكره، واحد 4 حتى 6 ثواني كنديروا واحد الضغط موضعي، وشفنا افكار اخرى في الضغط بحيث كنا كنستدرجوا الباراغواي انهم يلعبوا الكره واحد القنت ومن بعد كنديروا داك الضغط الشرس اللي تري انطونس وكاتيف في بلاصه واحده. بين الافكار الاخرى اللي واقيلا كيفكر فيها وهبي هو انه توزيع الاهداف على اللاعبين في الوقت اللي يقدر يكون الكره ما غاداش مع التسعود او لا عنده رقابه كبيره. اهم حوايج اللي شفناهم هو الميتريز الكبيره ديال اي طريقه بغينا نلعبوا بها. عندنا الكره ما عندناش الكره، بغينا نضغطوا ما بغيناش نضغطوا، بغينا نديروا التنويم المغناطيسي للماتش، كانت عندنا ميتريز كبيره. هذا بطبيعه الحال بفضل الجوده ديال اللاعبين ولكن حتى الافكار ديال الطاقم. كاين جوج لعابه كبار، دو ستار عندنا ياسين بونو والعناوي اللي داروا ماتش خطير جدا. كاين اللاعبين ربحوا نقاط كثيره، ابرزهم انا صلاح الدين، جاسم، سيرتو المرابط، وحدي كذلك. وكيبقى هذا هو التجريب، وبالنسبه لي هذه افضل طريقه للتجريب، وانك تشوف كل شيء، تشوف لاعبين في وضعيات ما مولفينش عليهم وتشوفهم واش يخدموك افكار ديالك، ماشي نجيو الوديات ونلعب 11 لاعب نعاودهم ونبدل 3 ولا 4 اللاعبين. ان توكا دات فيفا تري بينيفيك، شفنا بزاف ديال الحوايج وكنظن وهبي والطاقم ديالو دابا عارفين شنو خصهم يديروا. نتمنى لهم التوفيق.